ازاي تتحول لمغناطيس يشد ليك النساء؟ اول حاجه خليك صادق، واسمح لي اقول لك ان اكتر حاجه بتقفل البنات من الراجل انه يبقى بيكذب، بيدعي حاجات مش فيه او بيحور طول الوقت. ذكي بقى كده مش هيتقفش هو. رقم 2، خليك واثق من نفسك. سيبك بقى انت معاك كام ولا بتلبس منين، سيبك من شكلك وتعليمك. لو انت واثق من نفسك هتشد اجدعها بنت. الثقه بالنفس بتخليك بطل كده قدامها، وبتخلي البنت تغض النظر عن اي عيوب سطحيه فيه. رقم 3، خليك مسؤول، متكفل بيها، مريحها. لما تخرجوا انت تدفع، مش تقول لها عزمينا. لما بتحتاج مساعده بتلاقيك. طبيعه الانثى مهما كانت قويه انها عايزه تحس ان معاها راجل مسؤول عنها، وكل ما هو بقى راجل معاها اكتر كل ما هي بقت انثى معاها اكتر. رابع حاجه، خليك مؤثر، يعني شخص قوي كده بيعرف يحل ويربط. في مشكله هتحلها، مش سلبي ووجودك زي عدمه. رقم 5، خليك معتمد على نفسك. علشان البنت تتشدلك لازم تكون بتعتمد على نفسك، مش مستني حد يحل لك مشاكلك ولا حد يتوسط لك. كلامك من دماغك، مش حد ممشيك وبياخد لك قراراتك. ايه رأيكم يا نساء في الكلام ده؟ الكلام ده من كتاب كيف تنجذب النساء لإبراهيم ناجي.